كلنا بنساعد بعض، دي فطرة فينا. ممكن تساعد جارك أو تدي فلوس لحد محتاج، دي كلها أفعال كويسة. طبعاً. بس في نقطة معينة كده، المساعدة دي بتبطل تبقى مجرد فعل خير عفوي وبتتحول لعلم، علم ليه أصول وقواعد. النهاردة المصادر اللي معانا هتاخدنا في رحلة نشوف فيها إزاي مهنة الخدمة الاجتماعية دي اتولدت واتطورت من مجرد ناس بتعمل خير لحد ما بقت تخصص علمي معقد. المصادر بتاعتنا هي محاضرات ومقررات أكاديمية، ومهمتنا نفهم سوا إيه الأسس اللي اتبنت المهنة دي، والأهم الأخصائي الاجتماعي بيفكر إزاي. بالظبط كده. والرحلة دي ممتعة فعلاً لأنها بتورينا إزاي الفكر الإنساني نفسه اتطور في فهمه للمشاكل. يعني حتى المصطلحات نفسها اتغيرت. زمان كانوا بيقولوا علاج، كأن العميل ده شخص عيان. كأنه محتاج يتصلح. تماماً. النهاردة المصادر كلها بتركز على مصطلح مختلف تماماً، وهو التدخل المهني. والمصطلح ده مش مجرد كلمة جديدة، لأ، دي فلسفة كاملة هنكتشفها مع بعض. حلو قوي. طب خلينا نبدأ من الأول خالص. المصادر بتقول إن البداية كانت جهود تلقائية، اللي هو فعل الخير بتاع زمان. أيوة، كل واحد لوحده. وبعدين الدنيا اتعقدت شوية، فبدأت تظهر هيئات وجمعيات أهلية، وبعدين الدولة دخلت على الخط. بس في ملحوظة مهمة قوي المصادر بتأكد عليها: كل ده حتى تدخل الدولة في الأول ما كانش قائم على أي أساس علمي. صح. كان الموضوع ماشي بالنية الطيبة مش أكتر. ودي كانت المشكلة الأساسية، النية الطيبة لوحدها يعني مش كفاية. تخيل إنك بتدي الواحد كل يوم سمكة، هو هياكل النهاردة بس هيفضل محتاج لك بكرة وبعده. هي نفس المشكلة. المساعدة وقتها كانت كده، مجرد مسكنات مؤقتة، بتدي فلوس، بتدي أكل، بس الشخص نفسه وقدرته على مواجهة الحياة مش بتتغير. كأنك بتمسح الأرض اللي غرقانة مية من غير ما تقفل الحنفية. تشبيه ممتاز. يعني كانوا بيتعاملوا مع العرض مش مع المرض نفسه. إمتى بقى حصلت النقلة دي؟ إمتى حد قال يا جماعة لازم نقفل الحنفية؟ هنا بقى بتيجي نقطة التحول الكبرى اللي غيرت كل حاجة. سنة 1898 في نيويورك. أيوة، في نيويورك اتعملت أول مدرسة متخصصة لتعليم الناس اللي بتقدم المساعدة دي. والفكرة وقتها كانت ثورية. الفكرة هي، إحنا مش بس هندي الناس فلوس، لأ، إحنا هنتعلم إزاي نساعدهم صح. الكيفية نفسها. بالظبط. إزاي ندرس الحالة، وإزاي نفهم أبعاد المشكلة، وإزاي نلاقي أنسب طريقة للتعامل معاها. لأول مرة المساعدة بقى ليها منهج. وهنا بيظهر في المصادر اسم يعني يعتبر أيقونة في المجال ده: ماري ريتشموند. سنة 1917 نشرت كتاب اسمه التشخيص الاجتماعي. أيوة. من الواضح إن الكتاب ده كان حجر أساس. ده ما كانش مجرد كتاب، ده كان أول كتالوج أو دليل إرشادي للمهنة. قبل ماري ريتشموند كل واحد كان بيجتهد، لكن هي جت وقالت لأ، في خطوات واضحة لازم نمشي عليها. عملت له إطار. تماماً. الكتاب شرح لأول مرة إزاي نجمع معلومات بشكل منظم عن الشخص وبيئته، وإزاي نحلل المعلومات دي عشان نوصل لجذور المشكلة، وعلى الأساس ده نبتدي نقترح حلول. دي كانت اللحظة اللي المهنة تحولت فيها رسمياً من مرحلة الهواية والاجتهاد لمرحلة الاحتراف والمنهجية العلمية. يعني نقدر نقول إنها حطت للمهنة صندوق الأدوات بتاعها لأول مرة. طيب، بعد ما بقى في أساس علمي ومنهج، إزاي نظرة المهنة نفسها للمشاكل اتطورت؟ لأن المصادر بتقسم التطور ده لمراحل، كأن الفكر نفسه كان بينضج مع الوقت. بالظبط. وأول مرحلة كانت اسمها المرحلة الاجتماعية. في الوقت ده كان كل التركيز على البيئة الخارجية. لو واحد عنده مشكلة يبقى السبب هو الفقر أو ظروف شغله أو بيته. أسباب مادية يعني. أيوة. وبالتالي كان الحل المنطقي من وجهة نظرهم هو تقديم مساعدات مادية وتحسين الظروف دي. وده يبان منطقي جدا بصراحة، لو حد فقير أكيد محتاج فلوس. هو منطقي لكنه ناقص. اللي حصل على أرض الواقع إن الأخصائيين لاحظوا حاجة غريبة: بيدوا الناس مساعدات والظروف بتتحسن شوية، بس المشاكل بترجع تاني أو بتظهر مشاكل جديدة. اكتشفوا إن تغيير البيئة لوحده مش كفاية لو الإنسان اللي عايش في البيئة دي طريقة تفكيره أو مهاراته فضلت زي ما هي. المساعدات المادية كانت مجرد مسكن. وهنا حصل رد فعل عنيف، صح؟ كأن البندور راح للناحية التانية خالص. تماماً. نتيجة للإحباط من المرحلة الاجتماعية ظهرت المرحلة النفسية،
ودي كانت متأثرة جدا في الوقت ده بنظريات التحليل النفسي بتاعت فرويد اللي كانت مكتسحة العالم. أكيد. هنا بقى التركيز اتشال تماما من على البيئة واتحط 100% على الفرد نفسه. بقت المشكلة بتتشاف على إنها نابعة من جواه، من صراعاته النفسية، من طفولته، وبقى الحل هو إننا نصلح شخصية الفرد ده. يعني من أقصى اليمين لأقصى اليسار، من إن المشكلة كلها في المجتمع لإن المشكلة كلها في الفرد. وده برضو تحسه تفكير متطرف شوية. وهو كان كده فعلا، والحقيقة زي ما دايما بيحصل ما كانتش في أي من التطرفين دول. عشان كده المهنة وصلت لمرحلة النضج، وهي المرحلة الاجتماعية النفسية. دمجوا الاتنين ببعض. بالظبط. وهنا بقى العبقرية. المرحلة دي قالت يا جماعة المشكلة مش يا إما ذاتية أو بيئية، المشكلة هي نتاج تفاعل معقد بين الاتنين. أفكار الشخص ومشاعره بتأثر على بيئته، وبيئته وظروفه بترجع تأثر على أفكاره ومشاعره. فهمت؟ يعني الإنسان مش جزيرة منعزلة ومش مجرد ريشة في مهب الريح، هو بيتأثر باللي حواليه وبيأثر فيه في نفس الوقت. بالظبط. والنظرة المتوازنة دي هي اللي اتبنى عليها المنهج الحديث في الخدمة الاجتماعية اللي المصادر بتسميه الشخص في الموقف. Personal situation. أيوة. يعني لما أجي أدرس حالة، أنا مش ببص للشخص لوحده ولا للموقف لوحده، أنا بدرس تفاعلهم مع بعض. وده اللي بيوصل لنا للمصطلحات الحديثة اللي بدأنا بيها. مصطلح التدخل المهني بدلاً من العلاج. لما بنفهم فكرة الشخص في الموقف دي، التغيير في المصطلح بيبدأ يبقى ليه معنى أعمق. طبعاً. كلمة علاج دي كلمة جاية من النموذج الطبي، وبتفترض إن في مرض أو خلل أو عجز، حاجة بايظة. بالظبط، ودور الدكتور إنه يصلحها. لكن في الخدمة الاجتماعية الفلسفة مختلفة. أنا مش شايفة العميل بتاعي مكسور، أنا شايفاه إنسان عنده نقاط قوة ونقاط ضعف، وعايش في بيئة فيها فرص وفيها تحديات. فمصطلح التدخل المهني أشمل بكتير. هو مش بس بيحل مشكلة، ده ممكن يكون دور وقائي عشان يمنع مشكلة تحصل أصلاً. أو تنموي حتى. بالظبط. ممكن يكون دوره تنموي عشان ينمي قدرات الشخص ويساعده يستغل الفرص اللي حواليه. والأهم من ده كله يمكن فكرة الشراكة. العلاج كلمة بتحسس إن في حد خبير بيعمل حاجة لشخص سلبي، لكن التدخل فيها إحساس إنها عملية مشتركة. دي نقطة جوهرية. التدخل المهني هو شراكة بين الأخصائي والعميل، بيمشوا في الرحلة دي سوا. الأخصائي مش بيدي أوامر، هو بيساعد العميل يكتشف قدراته ويفهم مشكلته ويحط أهداف لنفسه. السلطة والقرار في إيد العميل. طيب، عملية التدخل المهني دي اللي هي أساس شغل الأخصائي دلوقتي، المصادر بتقول إن ليها خطوات واضحة، مش مجرد كلام مرسل. صحيح. ممكن نشبهها بخطوات بناء بيت. أول خطوة هي التقدير. دي المرحلة اللي المهندس اللي هو الأخصائي بينزل فيها الأرض ويدرسها كويس قوي، بيجمع كل المعلومات الممكنة عن طبيعة الأرض وصاحب البيت. تمام، عن العميل عايز إيه وإمكانياته إيه. دي مرحلة الفهم العميق. وبعد ما فهمنا كل حاجة، تيجي تاني خطوة، التخطيط. هنا المهندس بيقعد مع صاحب البيت ويرسموا سوا البلان أو التصميم. بنحط أهداف واضحة. عايزين نوصل لإيه بالظبط؟ أيوة، وإيه الاستراتيجية اللي هنمشي عليها عشان نوصل للهدف ده. تمام، فهمنا الأرض ورسمنا الخريطة. الخطوة الثالثة أكيد هي البناء الفعلي. بالظبط، ودي خطوة التدخل. هنا بنبدأ ننفذ الخطة اللي اتفقنا عليها. بعدين تيجي خطوة رابعة مهمة جدا، وهي التقييم. بنبص ورانا يعني. كل شوية بنقف ونسأل نفسنا، هل البناء ماشي حسب الخطة؟ هل حققنا الأهداف اللي كنا عايزينها؟ هل محتاجين نعدل حاجة؟ وبعد ما البيت يخلص، نوصل للخطوة الخامسة، الإنهاء. دي مرحلة تسليم البيت لصاحبه. بننهي العلاقة المهنية بشكل تدريجي وسليم، ونتأكد إن العميل بقى قادر يكمل لوحده. وأخيراً الخطوة السادسة هي المتابعة. بنطمن عليه. بعد فترة بنرجع نطمن ونشوف هل كل حاجة تمام؟ هل النتائج اللي وصلنا لها لسه مستمرة؟ الخطوات دي كلها متداخلة، مش مراحل منفصلة. التشبيه ده وضح الفكرة جداً، بس عايز أرجع لأول خطوة، التقدير. مهمة قوي، لأن المصادر بتديها أهمية خاصة وبتقارنها بمصطلح تاني كلنا عارفينه، وهو التشخيص. وبتقول إن الفرق بينهم مش مجرد فرق في الاسم، ده فرق في الفلسفة كلها. ده سؤال في منتهى الأهمية. بص، التشخيص الطبي بيركز على إيه؟ بيدور على المرض، على الخلل، على إيه اللي بايظ. تمام. أما التقدير في الخدمة الاجتماعية فنظرته أوسع،
هو بيدور على نقاط الضعف ونقاط القوة في نفس الوقت. بيهتم جدا يعرف إيه المهارات اللي عند العميل، إيه الناس اللي بتدعمه في حياته، إيه الإمكانيات اللي عنده ومش مستغلها، عشان دي هي الأدوات اللي هنستخدمها في الحل. يعني بدل ما يركز بس على المشكلة، بيركز كمان على موارد الحل اللي موجودة أصلاً عند الشخص. بالظبط. والفرق الجوهري التاني إن التشخيص الطبي غالباً بيركز على الفرد كشخص منعزل، لكن التقدير زي ما قلنا بيركز على الشخص في الموقف. الصورة الكاملة. أيوة، بيدرس تفاعلات الشخص ده مع أسرته، مع شغله، مع أصحابه، بيعمل خريطة كاملة للعالم بتاع العميل، مش مجرد صورة شخصية ليه. النظرة دي بتغير كل حاجة. ده فعلا بيغير المنظور تماما. يعني بدل ما تقول لشخص أنت عندك مشكلة كذا، بتقول له أنت عندك القوة الفلانية اللي هتساعدنا نواجه التحدي الفلاني. تمام. طيب، لما الأخصائي يوصل لخطوة التنفيذ أو التدخل الفعلي، إيه الأدوات اللي في الصندوق بتاعه اللي بيستخدمها؟ المصادر اللي معانا بتركز على نموذجين مشهورين جدا. خلينا نبدأ بأشهرهم وأقواهم، وهو النموذج المعرفي السلوكي أو CBT. فكرته الأساسية بسيطة في شكلها لكن عميقة جدا في معناها. بتقول إن مشاعرنا وسلوكياتنا مش ناتجة عن الأحداث اللي بتحصل لنا بشكل مباشر. أما الناتجة عن إيه؟ عن طريقة تفكيرنا وتفسيرنا للأحداث دي. وهنا بتيجي الفكرة المحورية اللي المصادر بتتكلم عنها، وهي فكرة الحديث إلى الذات أو السيلف توك، الحوار اللي بيدور جوه دماغ كل واحد فينا. بالظبط كده. الحوار الداخلي ده هو المحرك الحقيقي لمشاعرنا. خلينا ناخد مثال عشان نوضح الفكرة. تخيل 2 موظفين مديرهم في الشغل انتقد التقرير بتاعهم. نفس الموقف بالظبط. الموظف الأول الحوار الداخلي بتاعه هيكون: أنا فاشل، عمري ما بعمل حاجة صح، أكيد المدير ده بيكرهني وهيرفدني. تفتكر مشاعره هتبقى إيه؟ أكيد إحباط وقلق وخوف، وهيكره الشغل. تمام. الموظف التاني اتعرض لنفس الموقف، بس الحوار الداخلي بتاعه كان مختلف. أكيد في نقط ما كانتش واضحة في التقرير، دي فرصة كويسة أتعلم وأعرف إزاي أحسنه المرة الجاية. كويس إنه لفت نظري. تفتكر ده هيحس بإيه؟ ممكن شوية ضيق، بس الأغلب هيكون عنده دافع إنه يتطور ويتعلم. هو ده بالظبط. نفس الحدث لكن نتيجتين عكس بعض تماماً. السبب مش في الحدث، السبب في القصة اللي كل واحد حكاها لنفسه عن الحدث. القصة اللي جوه دماغه. أيوة. ودور الأخصائي هنا إنه يساعد العميل يبقى واعي بالقصص دي، ويكتشف الأفكار الأوتوماتيكية السلبية وغير المنطقية، ويبدأ يتحدى الأفكار دي ويغيرها. ده كلام كبير جدا، كأنه بيدي العميل مفتاح التحكم في مشاعره. طيب، والنموذج التاني اللي المصادر ذكرته هو النموذج السلوكي، ده بقى بيركز على إيه؟ النموذج السلوكي مختلف شوية. هو مش بيدخل جوه الأفكار بنفس العمق. تركيزه الأساسي على السلوك الظاهر، الحاجات اللي نقدر نشوفها ونقيسها. الأفعال يعني؟ الأفعال بالظبط. بيشتغل على مبدأ بسيط: أي سلوك بنعمله لو نتيجته كانت حاجة كويسة بنميل نكرره، ولو نتيجته كانت حاجة وحشة بنميل نبطله. وبناء عليه بيستخدم استراتيجيتين أساسيتين: التدعيم والعقاب. ممكن نبسطهم بمثال؟ أكيد. التدعيم أو التعزيز هدفه إنه يقوي ويزود سلوك إيجابي إحنا عايزينه، وده ليه شكلين. في تدعيم إيجابي زي لما طفل يعمل واجبه فأنت تديله شوكولاتة، أنت كده ضفتي حاجة حلوة عشان تشجعيه يكرر السلوك ده. تمام. وفي تدعيم سلبي، وده ناس كتير بتتلخبط فيه. مش معناه حاجة وحشة، معناه إنك تشيلي حاجة وحشة كمكافأة. إزاي؟ زي لما تقولي لابنك لو خلصت مذاكرتك مش هتغسل المواعين النهاردة، انت شلتي من عليه مهمة بيكرهها، فده بيشجعه برضو يذاكر. فهمت. يعني في الحالتين النتيجة إيجابية للشخص فبيكرر السلوك. طب والعقاب؟ العقاب العكس، هدفه إنه يضعف ويقلل سلوك سلبي إحنا مش عايزينه، وبرضه ليه شكلين. في عقاب إيجابي وهو إنك تضيفي حاجة وحشة زي التوبيخ، وفي عقاب سلبي وهو إنك تشيلي حاجة حلوة زي لما تحرميه من الموبايل أو من مشاهدة التلفزيون. بس المصادر هنا بتلفت نظرنا لنقطة مهمة جدا، بتقول إن الأخصائيين بيفضلوا استراتيجية عن التانية. نعم، ودي ملاحظة في منتهى الأهمية. الممارسة والعلم أثبتوا إن استخدام التدعيم بكل أشكاله أفضل وأكثر فاعلية بكتير من استخدام العقاب. ليه؟ لأن العقاب تأثيره غالباً مؤقت وبيوقف السلوك الغلط لحظياً، بس مش بيعلم السلوك الصح. والأسوأ
إنه ممكن يولد آثار جانبية سلبية زي العند أو العدوانية أو الخوف، أو إن الشخص يتعلم يعمل السلوك الغلط في السر عشان يتجنب العقاب. يعني التدعيم بيبني وبيضيف مهارة جديدة، لكن العقاب بيهد وبيمنع بس. بالظبط. التدعيم بيقولك اعمل ده عشان ده كويس وهتتكافئ عليه، أما العقاب فبيقولك ما تعملش ده وإلا هتتعاقب. الرسالة الأولى بتخلق دافعية داخلية وتطور، التانية بتخلق خوف وتجنب. عشان كده التركيز دايما بيكون على تعزيز السلوكيات الإيجابية. لو حبينا نلم كل ده في صورة واحدة في النهاية، الرحلة اللي مشيناها دي بتورينا إزاي فكرة بسيطة زي المساعدة اتحولت لمهنة علمية إنسانية ومعقدة. مهنة ما بقتش بتبص على المشكلة بس ولا على الشخص بس، لكن على المنظومة الكاملة. بتشوف الإنسان بظروفه، بنقاط قوته وضعفه، والأهم بطريقة تفكيره. بالظبط. وخلاصة فلسفة الخدمة الاجتماعية الحديثة زي ما المصادر بتوضح هي إنها مش عملية إصلاح للناس، لأن الناس مش بايظة، هي عملية شراكة. الأخصائي بيمشي جنب العميل في رحلته، بينور له الطريق، بيساعده يكتشف ويستخدم قدراته ومصادر الدعم اللي حواليه عشان يواجه تحديات الحياة. وكل ده من خلال عملية منظمة ليها خطوات واضحة وصندوق أدوات مليان نماذج علمية فعالة. وده بيسيبنا مع سؤال مهم ممكن كل واحد يفكر فيه. النماذج اللي اتكلمنا عنها وخصوصاً النموذج المعرفي بتورينا قد إيه الحوار اللي بيدور جوه دماغنا ده قوي ومؤثر. يا ترى كام في المية من التوتر أو السعادة اللي بنحس بيها في يومنا سببها مش الأحداث اللي بتحصل لنا، قد ما هو بسبب القصص اللي بنحكيها لنفسنا عن الأحداث دي؟ نقطة تستاهل نقف عندها ونفكر.